السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاملين ايه في الشتاء؟ عاملين ايه في الجو؟ بصوا، فرشة الانتريه وحاطين بطانية وحاطين مفرش. هنعمل محشي النهاردة ان شاء الله. قطعت اهو. بس بطانية. جو حر اهو. يلا بس انت شيل الطبلية. حاطه بطانيه وحاطه سجاده وحاطه موكيت. انا مش عايزه اقول لكم. بصوا الشتا بقى وعمايله بقى. بصوا المنظر. عايزه اوريكم بس الجو عامل ازاي. الجو فظيع. طبعا عندنا برد طريقه رهيبه. ونشرب الجو شمس شويه بس ساقعه ساقعه، فاهمين؟ انا فرشه في الشقه. مش عايزه اقول لكم. اعملوا لايك زي ما ادم بيقول لكم يا دوما. بصوا حاطه على البيبان. استنى بس الكاميرا تتظبط. والله العظيم الهوا بيخش من البيبان. انا في الدور الاخير. الهوا بيخش من البيبان فظيع. بصوا فرشه موكيت، فرشه حفظ، فرشه حاجات كتيره قوي. وبرده الشقه الشقه تلج. بصوا روقت اوضه الاطفال اول ما قمت، مخلينا مكركبه وزي الزفت. هدوم مريم كانت لابساها، كانت بايته عندي. الشقه والله العظيم عايزه اقول لكم يعني شتاء وكركبه وحاجات كتيره يعني. بس كده الخضره بتاعت المحشي. قلنا هنعمل محشي النهارده. طبعا الجو الحلو ده عايز محشي. جبت فرخه فراخ كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني. انتوا سامعين الهوا فوق عامل ازاي؟ سامعين؟ الجو ساقع النهارده. الجو ساقع النهارده. ده لابس 5 تيشيرتات. حاسس هتوقع الحته بالثانيه. وبعدين انا حطيت فلفل اسمر، بهارات فراخ، فلفل اخضر، بصل، مرقه دجاج. تمام. هنا بقى حاجة المحشي. انا عصرة طماطم كنت مفرزاها عندي. طماطم معمولة متسبكة، والفلفل والخضرة اهي. ابتدي بقى اغسل حبة المواعين مش كتير. ده اكل الطيور. بس انا موريهولكوا اي بواقي اكل عندي بحطها في الطاسة دي. وهنا حبة المواعين مش كتير هعملهم وهرجع معاكم تاني. بصوا بقى، كانوا عايزين ينزلوا مع ابوهم. كانوا عايزين ينزلوا عند الدكانة. قلت لهم لا، ده الجو الجو ساقع. شغلوا الشاشة على النت. وقلت لهم اقعدوا هجيب لكم الفرشة. اجيب لهم الفرشة بتاعتهم بقى يتغطوا بيها. والله العظيم كل حتة اروحها اجيب لهم البتاع يقعدوا يتغطوا. يلا اقعدي يا بسنت انت وادم كده اطلعوا. خدوا يلا غطي وانت تغطي انت كمان. اجيب لكم مخده. يلا مش عايزين مخده. استنى بس كل حاجه حطها لهم. النبي البتاع يا نهاري. بهدلوا لي الدنيا خالص. بس الشتاء اصلا انتوا عارفين ان عايز كده. اعمل ايه بس؟ خدوا يا حبايبي. يلا حطوها. طيب يا بابا. هتفي بقى الانوار. والله العظيم مروقه الدنيا ومخليها زي القشطه. وتحس اني مش متروقه. الشرابات نشرة كده عصراها في الاوتوماتيك. نشراها هنا سايباها هنا عشان ما بحطهاش على وبقيه الهدوم دي برضو نشراها هنا. بس مروقه الدنيا يعني. بص في كل حته مناديل ازاي. البرد بقى وسنين. خلاص اطفي بقى النور هنا وابقى اجي اكمل اغسل المواعين
واجي اكمل المحشي بره عشان الجو فظيع. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، اللي هيشني عنكم الشتا. كده مظبوط باين واضح. كنت غاسله اصلا الموجات وقلت ايه اما افتح فيديو، والله العظيم كنت مكسله بصراحه، بقالي كتير قوي ما نزلتش في القنوات وخايفه لا تقف مني، فقلت بقى ايه انزل النهارده فيديو كده على السريع بصوتي، يعني مش همنتجه فاهميني، عشان ما يطولش برضو معاكم. هغسل المواعين دي وانا بشطفها هبقى شغاله كده يا حبايبي. خلصت المواعين وشطفت الحوض وقطعت الخضره وخليتها غسلتها وخليتها تتصفى. هنا البواقي بقى بص زي ما بقول لكم كده، ده اكل الطيور، اي حاجه بتفضى مني بحطها فيه تمام. وهنا الكرنبايه قطعت منها الاخضر كله حطيته هنا كده ايه، احطه في قعر الحله، عارفين يعني الحله بحطه كده في الارضيه بتاعت الحله، بحط الورق ده خلاص. وهنا القرنين الفلفل احطهم مع الخضره. مسكت المطبخ اهو روقته. بس كده بقى هنعمل هنا ايه، هنقطع البصل تمام. بصلتين كبار كده اهو. بصوا بقى انا هفصل الكاميرا عشان انا قلت لكم انا مش همنتج، هعمل كده على طول معاكم، ويعني هيبقى بصوت فاهميني. هقطع البصله واعمل التسبيكه بتاعه المحشي، وانا بحشي بقى هبقى اصور لكم تمام. يا رب يا حبايبي لو كان الفيديو عجبكم او وصلتوا لحد هنا متنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس علشان القنوات نامت عندي خالص. اعذروني عشان زوري وجعني، ده انا كده خفيت اقسم بالله، انا كده خفيت اصلا، يعني مش عايزه اقول لكم انا كنت تعبانه تعب اليومين اللي فاتوا، فالحمد لله. طبعا البرد شديد جدا جدا جدا. هنا لما كنت بجيب كيلو رز ومثلا عايزه اعمل كيلو الا ربع، اروح سايبه الربع واعمل كيلو الا ربع. انا ببقى جايبه كيلو واعمل كيلو الا ربع بفوض، فتبقى مني كتير. قلت اما اجمعهم كده اهم، وقلت اعمل النهارده محشي بقى في الجو الجميل اللي عندي ده. يلا يا حبايبي هقفل الكاميرا واعمل التسبيكه وارجع لكم تاني. انا قطعت البصله، اخد كعب زبده كده على زيت، انا بحب البصل اصلا كتير، والايدام بتاع المحشي بالزيت تمام. بحب البصل والايدام يكون بتاعها كتير. قطعت البصل طبعا انا بصوا يعني بوفر معاكم وقت عشان انا بسجل صوت، لو كنت بسجل كده كنت سبت الكاميرا محطوطه وسرعت الفيديو وعرفتكم انا بعمل ايه بالظبط. بس انتوا طبعا مش افتكاسات، انتوا عارفين طريقه المحشي. هتبل البصله اخليها تدبل جامد تحمر، بعدين احط الصلصه، بعدين احط الخضره، بس مستنيه الخضره ايه تنشف خالص لان انا غسلتها. بصوا هي قربت اهي صفت ميتها. بعد كده هحطها في الطماطم، وبعد كده احط الرز وهخرج احشي بره بقى. بصوا حبايبي هنا كده اتسبكت اهي، هي اصلا طماطم متسبكه. حطيت البصله وقرن فلفل واحد، يعني مش حامي قوي. هحط التوابل بتاعتي، بهارات محشي، بحب انا بهارات المحشي كتيره، بابريكا تحمرها بتبقى جميله قوي، وفلفل اسمر. مش هحط توابل تاني، مضل بس للتوابل. اول ما تتسبك يعني تسخن بس، لان انا كنت مطلعاها من الفريزر تمام. احط الخضره بتاعتي والرز بس. بص احمرت بقت جميله ازاي. هي كده اصلا انا عينيها مفرزاه متسبكه
محطوط فيها زيت وحبة ملح بسيطة جدا. احط بقى نص الخضرة لان الخضرة كتيرة جدا، وهطفي عليها عشان مش عايزة الخضرة تكون دبلانة، تبقى حلوة قوي لما بتبقى كده. بصوا اهي انا طفيت على الصلصة. الخضرة كتير ازاي. انا غسلت الرز، حطيت الخضرة وقلبتها. احط بقى ايه، انا عايزة صلصتها تبقى كتير عشان تبقى ايه حمرا. بصوا نية في نية كده. في كنت الاول بقى ايه برضو تبقى جميلة قوي، كنت احط كده واروح مشوحاه برضو على النار شوية وبعد كده احشيه. يعني في كذا طريقة اصلا لتسبيكة المحشي. بصوا انا عايزة اقرب لكم الكاميرا كده تشوفوا الصورة عاملة ازاي. يا حبايبي بصوا جميلة جميلة. بصوا اصلا الكاميرا مش موضحاها قوي، دي زبدة. بصوا الصلصة كتيرة 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 جدا فيها، انا بحبها صلصتها كتيرة كده، واحب البصل والزبدة والخضر. تمام. هنا همسك بقى، انا هعمل في الحلة دي، هعمل في الحلة دي خلاص. احط الورق هنا، اخليه ايه كده، وهبتدي بقى احشي بره. بصوا عايزه بس اوريكم، استنوا بصوا كده اهي. انا عاملاها اصلا على قد حله. بصوا اهو، هبتدي احشي بره بقى. بصوا كده اطفي على الفراخ بتاع ده، طرطشت البيض. بصوا اهو، هبقى امسحه بقى اما اخلص خالص. تمام. يلا بصوا انا جايه بس عايزه اوريكم شغالين الشاشه وقاعدين. ايه ده، خلصت الحاجه الساعه. بس كده الدنيا رايقه زي الفل. بس طبعا الشتاء ولا بد منه. انا عايزه بس اوريكم الجو بره عامل ازاي، عشان انا في الدور الاخير مخليه السلم، بتخلي السلم ايه مش عايزه اقول لكم ترابه وقرف، بس انا كنساه. لا قوم يا ادم بقى خلينا احشي. يا حبيبي هحشي هنا كده خلص وانا قاعده. دوما بتعمل ايه، تلعب ايه؟ قول لهم حطوا لايك. احنا بقالنا كتير ما بنصورش. طب شيل المسند ده يا ادم هناك. بس انتوا فاكرين لما كنت جايبه الكفر بتاع الانتريه ده وكنت شايلاه ما بين الرجول، بعد ما غسلته لقيته منظره جميل قوي لما حطيته تحت الرجول زي كده. بصوا اهو، بصوا المنظر اهو، شايفين؟ طبعا انتوا عارفين الشتاء الفرش بتاعه بيبقى كتير قوي. ايه، اعملوا لايك قبل ما نقفل واشتراك. سامعين؟ الفرش بتاعه بيبقى كتير قوي 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 في الارض وبيتبهدل بسرعه والله العظيم. كل شويه اكنس واروق وبرضه بيتبهدل، فبيبقى غصب عن الواحد. والشتاء اصلا بيخلي الواحد مكسل ان يعمل حاجه، انتوا فاهمين والله العظيم. يلا نعمل بقى الاكل واسمعوا كلام ادم واعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. وصلتوا لحد هنا يا رب يا رب ان شاء الله يعجبكم. ما تنسونيش بتعليقاتكم الجميله، ولو انتوا لسه ما اشتركتوش اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. ودوسوا لايك واشتراك يلا حبايبي اشوفكم على خير وفيديو جديد باذن الله، واستنوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.